الحلويات طبعا لذيذة وطعمة، يعني روعة روعة بمعنى الكلمة. لأشواق القهوة طبعا، وأحلى حلويات أحلى ناس. روحوا على الوصفة حتى نعملها سوا. طبعا المقادير: 3 حبات موز، 300 جرام بسكوت، 200 جرام فستق، طبعا محمص أو غير محمص، بس أنا بحبه محمص، وشوكولاتة طبعا للتغليف. نجيب الموز ومنقطعه ونحطه في اللي هو الخلاط. بنضرب الموز طبعا في الخلاط المطحنة اللي بنقول عنها لهلوبة، بنقول عنها خلاط، حتى تصير معنا كريمي. طبعا بنضيف عليه البسكوت، وأنا بفضل من التجربة إنه البسكوت ينطحن في المطحنة لحاله. في مطحنة البسكوت ينطحن لحاله وبعدين ينضاف على الموز، بكون أفضل. لكن بينفع كمان هيك وزبط 100% وما فيش أي مشكلة. بنضل نضرب فيه حتى يتجانس كله مع بعض ويصير يشد ويصير يعني تقريبا زي كتلة، نقدر نكورها نشكلها، نعمل اللي بدنا اياه فيها. طبعا لحتى الآن هو ما بنقدرش نكوره، فبنضيف من البسكوت. أنا كنت حاطط 200 جرام، فروح ضفت كمان 100 جرام بسكوت، فصاروا 300 جرام. فالوصفة 300 جرام موز، 3 حبات موز يعني 300 جرام، 300 جرام بسكوت عليهم، طلعوا ممتازين و100%. زي ما انتم شايفين الخلاط كيف بشد، بصير عندك اللي هو المزيج ماسك مع بعض، وبنقدر نشكله بكل بساطة وكل أريحية. طبعا الفستق حمصته لأن بحبه هيك يكون محمص. في ناس ممكن تحطه عادي زي ما هو بدون تحميص. الآن بعد ما نعمل زي هيك بنحطه في الثلاجة شوية بالفريزر 5 دقايق 10 دقايق حتى يشد معنا ونقدر نشكل فيه بكل أريحية. طبعا نفرد الصينية بالنايلون حتى نقدر نرفعه بعد هيك عنها لما نيجي نغلفه بالشوكولاتة. طبعا نجيب أي شي عندك، حبيت تعمل كور كور بإيدك، حبيت أشكال اعمل بالشكل الموجود عندك، يعني مش ضروري شكل معين، أي شكل موجود عندك وبتحبه بتقدر تعمله. طبعا بالأشكال البلاستيكية كمان أسهل في إنك ترفعه منها، يعني الشكل الحقيقة يعني ها في شوية من الصعوبة بلزق، مع إنه بندهنه بالزيت النباتي بالسمنة، إلا إنه برضك يعني في شوية غلبة صعوبة. لكن بالبلاستيك كمان شوية، في بجيب قالب بلاستيك كبير بكون إيش أسهل. طبعا الصينية النايلون بندهنه بزيت نباتي دهنة خفيفة يعني. شايفين كيف يعني اندهن زيت نباتي اندهن كذا، لكن برضك في شوية صعوبة في هذا، يعني بدك شوية. بنضل نكرر الاشي حتى ننتهي منها. طبعا واللي حابب يشكل ويبدل في القوالب، عنده عدة قوالب يشكل ويبدل يشكل حسب.
يعني القالب البلاستيكي هذا سهل جدا. طبعا هذه طريقة تانية، وضعت اللي هو الموز مع البسكوت والحشو في النص، وبعدين كمان طبقة تانية. يعني الواحد بشكل، مش كله نفس الشيء، انت شكل كيف ما انت بتحب. انا لقيت هذه كمان ألذ في الطعم في الشغل كل شيء، يعني لقيت هذه كمان ألذ من اللي قبلها من الشكل الأول. فأنا يعني بعطيكم عدة شغلات وأنتوا اختاروا اللي بتحبوه واللي بترغبوه. فأنا بقول لكم الأولاني يعني كان شوي صعب، لكن شوف كيف هذا بكل سهولة ويسر. طبعا نيجي للشوكولاتة. شوكولاتة بلوك نسميها، يعني دارك. بنقسمها عشان تساعد في الذوبان ونسيحها. طبعا الشغل الأولاني وديناه على الفريزر حتى يتماسك ويشد كويس عند ما يجي نغلفه بالشوكولاتة. وأهم شغلة، أهم شيء إنه الشوكولاتة ما يجي عليها مية ولا نقطة مية. أي نقطة مية تدخل الشوكولاتة ما بتزبط الشوكولاتة بالتسيح، فديروا بالكم منها. يعني حمام المائي ما بدك أي ماء يدخل على الشوكولاتة. أو بتعملوا في الميكروويف. في الميكروويف كل 30 ثانية بتخرجوا وبتحركوا لحد ما تذوب جميع الشوكولاتة. بنضع طبعا ملعقتين أو 3 ملاعق زيت نباتي حتى نجعل الشوكولاتة تكون ناعمة وسهلة. بنكون طلعنا الأمور اللي هي القوالب من الفريزر، تلاقيها بتكون شادة ومتماسكة، وبنغلفها بالشوكولاتة. طبعا أنا وضعتهن على شبك، بس بصراحة الشبك راح يغلبكم. أفضل شيء يعني قبل هيك أنا عملت الشوكولاتة على ورق الزبدة، وقلت المرة هذا أجرب على الشبك. يعني لقيت على ورق الزبدة أفضل بكتير. الشبك شوية الآن تلاقيه بغلب، يعني عندما بتيجي ترفعه بغلب شوية. أما ورق الزبدة أسهل بكتير. يعني إذا في عندك ورق زبدة حط على ورق الزبدة، بتلاقيه بينتزع معك بكل سهولة وبساطة، أفضل من الشبك. ومنخليها حتى تجف الشوكولاتة عليه، أو بنضعها بالفريزر بتجف بسرعة، وهيك بتكون جاهزة للأكل. لا بدها طبخ ولا بدها أي شيء ولا نار ولا غاز، فقط زي ما انتم شايفين. وفي الطعم بصراحة زاكي وروعة كتير كتير، وأحلى حلويات لأحلى ناس. صحة وعافية.